ليه كل مرة يطلع منك ناشف؟ أنا هقولك الحقيقة بصراحة كده من غير لف ولا دوران. أنت مش بتعمل رقاق، أنت بتعامله غلط. الرقاق مش ورق عادي، ده عجينة رفيعة جدا حساسة. لو زعلت منك دقيقة تديك نتيجة ناشفة تكسر السكينة. شوف بعينك الرقاق الصح بيبقى إزاي. 4. الشوربة لو باردة تقفل مسام الورق فوراً، ومهما تحط سمنة بعد كده خلاص الباب اتقفل. الحل الشوربة تبقى سخنة فعلاً، يعني بتطلع بخار، وتتوزع على مراحل مش مرة واحدة. السمنة لو نزلت مرة واحدة هتغرق الطبقات اللي فوق، وتسيب اللي تحت عطشانة تقولك فين حقي. الصح مسحة خفيفة بين كل طبقة، مش تعويم، توزيع. اللحمة نفسها مهم، لو اللحمة ناشفة الرقاق كله هينشف معاها. خلي الحشو فيه سنة عصارة، زوديله شوية شوربة وهو على النار، وخليه طري قبل ما يدخل الفرن. الفرن هنا الامتحان، مش تسيبه لحد ما يحمر جامد. أول ما الوش ياخد لون ذهبي حل أطلعه فوراً، الزيادة دقيقة تفرق في النتيجة. حركة تقفل اللعبة، غطيه فويل أول 10 دقايق، وبعدين شيليه يكمل تحمير، كده البخار يشتغل جواه ويخليه طري. اوعى تقطعه وهو مولع، سيبه يرتاح 5 دقايق علشان العصارة تتوزع. لو قطعته سخن قوي هيتفك منك. الطبخ مش كمية مكونات وخلاص، الطبخ ترتيب، حرارة مظبوطة، توقيت محسوب. عايز رقاق طري؟ خلي كل طبقة تشرب على مهلها. خلي الشوربة سخنة بجد، وخليك واقف قدام الفرن مش سايبه ورايح تعمل شاي. افتكر دايما، الأكلة ما بتبصش، اللي بيبوظها هو اللي بيعملها. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.